هذه هي القصيدة التالية في حياتي اللي راني تحضر فيها. نحضر فيها المجتمع. أيها السادة والسيدات، أعزائي النظراء الكرام، يعني نقولوا بالحزن نتكلموا في هذه الجلسة اللي معاناة الشيخ محمد بن خياطي اللي كتب قصيدة يعني من صميم الفؤاد، وين رايحين تسمعوها على حسب أقوال هذا الشيخ الأسطورة اللي تكون آخر قصيدة لمساره الفني. نهضر معهم قدامكم كون داني موت 3 مرات، كان بالجبل وانا رحت فيه. هذا جبنا انا وخالتي عائشة رحنا ليه العين الفلاني عقل وهو مش كبير بزاف، كبير عليه ب3 سنين. كبير هو كبير كبير عليه ب3 سنين وزايد 37 وانا زايد لو 25/12. خلاص راه وبيتني 3 سنين او عامين ونص. شيخ تزيد 39. هو قال لي 30 بدون 40. 25/12 انا قلت حق التاريخ نتاعك الشيخ عبد الله. بدون 40 قال لي 30. 25/12 1er janvier 40. قول 1er janvier 40. 25/12 6 ايام تجي 40. كما ليش تعديديت مولدي تاع عياد محمد شوف محمد سمعت. انا رحت انا وخالتي عائشه وخالتي حليمه، امو وام بن عبد الله هذا الفدائي هذا اللي قتل له كونت. هو كي التيره كانوا هما زوج رايحين، واحد على لاغوش وواحد على لادروات. السيد خادم الكلب تاعو كلب ياكل له 100. هذاك اللي على لاغوش طق طق ما كلاش كابوس تاعو، واللي على لادروات كلا قتله هو قتل الكلب. زوج بن عبد الله، عبد العلي بن عبد الله. هذا الكونت هما راحوا هربوا خافوا، هو قتيدوا على لاصونا تاعك حتى سكت لاباطري. كوري الصباح كي سكت لاباطري في الجر دار راسو هاك راسو هاك. نجيب لنا الفاس يقولوا الفاس الشقوة، واحد الفاس استنى جا ما مات. مات. مات صح. افتكروا راسو وعرفتو. كانت الشريفة هذه بنت مرت بيكا وولادها يشوفوا وديت لهم هذا الصور عندي اللي ديتهم له خوات وسطهم عند الشريفة الله يذكرها على خير. وكابوس ديتو كابوس ديتو. وانا كان عندي بكري شي 35 صغير. كي نعاولوا على واحد نسلفوا هذا شي 35 سلفتو الجوامعي. حيت واحد الصواليوني مسكين
فقير الحال يصبر عند قاولي واحد اخر لقاه قتلو تاكل حبتها ولا قتلوا ذاك الكابوس هذاك الصومالي هذه فيش له. فيش وهذا الجزيري اللي ماني صايبو من الجزائر صح صايبو بحاجة قالت لما قالوا والو نصيبو في منظمة المجاهدين نصيبو التاريخ نتاعو كاين عندهم ليه حاكم 20 طن بريزون عند فرنسا إنسان حاكم 20 طن بريزون ما يروحش باطل راه دروك حي ولا ميت دروك هذاك المرسوم حبسوا عليه. أنا كنت زين بكري بلاش من أوروبا خدمها لي نمشي بوي هذا قلت له قدامي الحاج عمورة حتى كي داير الحاج عمورة هذا كنا نسموه زنباطور بكري طاير باطي مازال حي هذا شيخ. مات الله يكرمك الله يكرمك كيف الجزائر؟ اللي مازالوا حيين برك سليمان مغول محمد عياد بعد 7 ولا 8 مازالوا حيين يقول لك من شيخ جبنا قصيدة الآن نقرأ تاع التيجيزمون اللي بديت ايه هذيك تاع النهار اللي رحت مع خالتي حليمه وخالتي عياد ام عياد وام بن عبد الله هذا أمتهم. هذا امتهم رحت انا وياهم هذا بن عبد الله وعياد حباب بن عبد الله مات وعياد ما زال هو كان جد الشيخ. هو في داري الشيخ احنا نوصلوا التيكيزمون تاعك اللي شدد به. التيكيزمون تاعي بدات به هو شفت محمد عياد دوك نقصر له قدامكم هذا كيف بصح علاه جديد علاه؟ هو خفت انا كنت له شاشي صح انا وقالوا محمد عياد راه في الحبس رحت نشوفه مع خالتي حليمه صح مع خالتي حليمه وخالتي عائشه كاع مات مجاهدين انا دوك كي نروح هكاك وانا له شاشي قبضوني كنت صغير بس صاروا شاشي تما درت الديكيزمون تاعك هذاك هو دخلت مع بكري ما كانش جيبوا لي كلمة تواتيك داخل المصور. واه صغير. لا كبير راك الشيخ قلت ولا 17 ادخلت هذا هو وشتاه وبقيت انا وياه ومين دخلت عنده دخل عرفك؟ يحوجوا مع الرجل سبحان الله قول لي قول له قدامكم حتى تلاقينا في الحبس. سبحان الله. شيخ ذاك الوقت ما كانت حراسه مشدده 58 كانت نرجع فرنسا حقد العرب حقد كبير هكا والشيخ بالخياطي ودخل عند ودخلت عند محمد عياد خاليه وهذا سليمان الغول انا نستعرف له برجولته يا ولدي وما كاش اللي غنى شكر واحد حي كيما انا اللي شكرت بوتفليقه هو حي شكرته على خصايلو اللي دارهم في الوقت اللي مات تمو نهار اللي مات تمو معرض لا وزير ولا رئيس حكومة ولا رئيس جمهورية واحد من المسؤولين الكبار ما عرفوش البنات زينة متواضعة وأنا كنت في الحبس دايرني في الحبس مدخلني ولادي